مرحبا بكم أعزائي المشاهدين المتابعين المغاربة ديال هاد القناة المغرب نيوز. اليوم عندنا فيديو جديد سياسي. في هاد الفيديو نهضروا على موضوع اللي دار ضجة ومرول البرلمان هاد الأيام، والموضوع هو غلاء الأغنام قبل عيد الأضحى رغم تقديم دعم الكسابة. باش تفهموا أكتر تبعوا الفيديو حتى الأخير. هاد الصداع قبل العيد الأضحى بدأ بعد ما الكثير من الناس ما لقاوش الحولي ديال 1000 درهم اللي قال لهم وزير الفلاحة في البرلمان. من بعد ناض الصداع في العديد من الأسواق من المملكة بسبب غلاء الأسعار في الأسواق. الأغنام مقرب العيد والناس باقا ما شرت الكبش. بعد ما فات العيد الكبير المعارضة طالبت بلجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم الفراقشية. تم دعم الفراقشية، يعني نحن نود تقديم الدعم للكسابة ولينا كنعطيو الدعم للفراقشية. وهنا في ناضت الروينة، 83 مستشار في البرلمان رفضوا هذه اللجنة، يعني ولينا عارفين شكون هما الفراقشية. وتنشر منشور في الفيسبوك والعديد من القنوات الإخبارية. كم من مستشار من كل حزب رفض هذه اللجنة. من بين هذه الأحزاب فعلوا الحزب الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبية، اللي خرجوا عليه إشاعة بأنه خرج منه 8 المستشارين اللي رفضوا هذه اللجنة. يعني بطبيعة الحال هذه إشاعة، وكما نعرف أن الحزب الاتحاد الاشتراكي هو يعني دعم وداعم للمواطن ويعارض أشكال وأنواع من القضايا، يعني لتحقيق العدالة الاجتماعية وسط المغرب، وهو دائما يكون مع المواطن. يعني قدم الاتحاد الاشتراكي وثيقة بأنه الخبر لا أساس له من الصحة أولا. واليوم بالضبط خرج الأخ عبد الرحيم شهيد رئيس للحزب بمجلس النواب بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وطالب بلجنة تقصي الحقائق. والمحسوبية بدل الكفاءة والاستحقاق. وفي هذا الصدد نسجل في المعارضة الاتحادية استغرابنا الشديد لما شهدته الساحة السياسية والإعلامية مؤخرا من تضليل وتشويش يستهدف المؤسسة البرلمانية والمعارضة بنشر معلومات لا أساس لها من الصحة واختلاق أكاذيب وافتراءات حول مبادرات رقابية مزعومة. ونحن على علم أن هذه المحاولات المضللة التي تستهدف المعارضة ومن خلالها المعارضة الاتحادية على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية تزعجها مصداقية المعارضة التي مارسناها بكل مسؤولية انسجاما مع مواقفنا المبدئية مع مصلحة الوطن. وندعو مرة أخرى من هذا الموقع وبالتنسيق مع مكونات المعارضة وباقي مكونات المجلس عموما إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق بخصوص كل أنماط الدعم التي أقدمت عليها الحكومة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو. لا تنسوا في متابعة الصفحة وتشغيل الجرس لتتبع آخر أخبار المملكة المغربية. وشكرا لتتبعكم هذا الفيديو، إلى اللقاء إلى أخبار جديدة.